طيب لو انا عايزه دلوقتي احدد اللي هو القمر اللي معايا ده، هيبقى صعب بالاشكال الهندسيه، لان انا هنا ما عنديش لا ماوس ولا السبيس اللي اقدر اتحكم فيه، فهيبقى يعني شويه صعبه بالاشكال الهندسيه. فعندي اداه افضل، عندي اللي هي الاوبجكت سيلكشن. ده بيقول لي اعملي مستطيل على الشكل الاوبجكت اللي انت عايزاه. انا بس مجرد ان انا سحبت وحددت عليه هيبتدي ان هو يستخدم الاي اي ويروح محددهولي بالشكل ده. هو كده اتحدد معايا القمر. عايزه انقله من الصوره اللي احنا فيها لصوره تانية، هيكون من edit هستخدم copy، بعدين هروح للملف التاني هعمل من edit paste، هتنزل لي مباشرة بالشكل ده. عايزة ان انا اصغرها هروح لأداة الموف تول، هنشط الامر اللي هو اسمه ترانسفورم، وابتدي ان انا اصغرها. بعدين اشيل التحديد، هرجع تاني لأداة الموف تول، اشيل الترانسفورم عشان اقدر اسحبها من المكان اللي هي فيها، احطها في المكان اللي انا عايزاه، واقدر بقى اعمل عليها اي تاثيرات من الاوبيسيتي، اقدر اعمل عليها من تمازج الطبقات، يعني اعمل اي حاجه انا عايزاها او محتاجاها. ده بالنسبه للادوات التحديد دي. طب ادوات التحديد اللي هي ادوات التحديد اللاسو ده اقدر ان انا استخدمها زي ما قلت، زي الايه، كاني بحدد بالايه برسم بشكل عشوائي كأني معايا قلم بالشكل ده. لكن البوليجون لاسو تول انا ببتدي احط نقطة، ابتدي ان انا احط نقطة وامشي بخط مستقيم معايا، نقطة 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 نقطة، هتبقى واضحة معاكم اكتر في الفوتوشوب، ولكن هي شغالة هنا معايا برضو في الفوتوبيا بشكل كبير. معايا برضو اللي هي الماجنتيك لاسو تول، بمجرد ما بتحطي نقطة بتبتدي انك انتي تتحسسي الايه الحاجة دي وتمشي عليها. طب اقدر ان انا اكبر منين؟ اكبر من زوم، من اللي هي علامة العدسة دي متنشطة معايا زائد فوق، يبقى اقدر ان انا اكبر بالشكل ده. بالكف اللي هي الايد دي اقدر ان انا اسحب يمين واقدر اسحب شمال علشان اشوف الجزء اللي انا بحدده. عايزه اتراجع خطوه عن اللي انا بعمله، اتراجع من edit undo عن اللي انا اخر خطوه انا عملتها، او من الهيستوري دي اقدر اجيبها من النافذه، او النافذه موجوده عندي هنا في النوافذ، او اقدر اظهرها من ويندو، اقدر اظهر الهيستوري. ده بشكل كبير قوي اللي اتقال معانا في الفيديوهات الاولى في الفوتوشوب. لو انا عايزه تعالوا نشوف هنا هيكتب لغه عربيه. تعالوا نعمل هنا لاير جديده للتكست ونشوف هيكتب معايا. بيكتب معايا عربي كويس، مش محتاج ان انا الجزء اللي احنا فعلناه مع في الفوتوشوب، يبقى بيكتب عربي كويس. تمام. عايزه ان انا احفظ الصوره دي، يبقى من فايل عندي سيف از بي اس دي، يبقى انا بحفظه كبي اس دي، بحفظه كبي اس دي، او سيف مور ان انا بحفظه سيف مور بايه، برضو بي اس دي، يبقى اكسبورت اكسبورت از ان انا هصدر الحاجه دي كصوره عندي جي بي جي، بي ان جي يعني بدون خلفيه. هناخد الحاجات دي كلها مع بعض. يبقى انا لو عايزه احفظ كملف فوتوشوب قابل للتعديل يبقى سيف از بي اس دي، او لو انا عايزه احفظه كصوره يبقى من اكسبورت از، وابتدي ان انا اشوف الامتداد اللي انا عايزه احفظ بالصوره بتاعتي، وليكن امتداد جي بي جي، وهكذا. نفس الحاجات اللي احنا قلناها في الفوتوشوب قلناها هنا في الفوتوبيا بشكل كبير، وقلنا على الحاجات اللي مش موجودة البديل بتاعها ايه. طبعا ده لو انا عايزة احفظ الصورة هحفظها بتنت 1، هتنزل عندي على الموبايل سيف، هتلاقيها موجودة عندك على الموبايل الغي. وكده يا رب يكون واضح. ولو في اي حد طبق اي حاجة على الفوتوشوب مش ظاهرة معاه يبعتها لي وانا اقول له البديل بتاعها ايه على الفوتوبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.